اغلبنا بيجيله ارق قبل ما بينام، وانا واحد منكم. مشكله الارق بتخليني امسك موبايلي وافضل اسكرول بالساعات، اتفرج على الاخبار، اقرا كتاب، او اقعد افكر في اسئله وجوديه زي مثلا كيف بدأ الخلق، وهل فعلا في اكوان متوازيه؟ طب الصوت اللي في دماغي ده صوت مين؟ طب هل ميدو رجع لسماسيمو؟ كل دي اسئله بتفضل تراودني طول الليل. لكن امبارح قررت ان انا هفتح تيك توك واقعد اسكرول، وانا قاعد بسكرول لقيت فيديو بيتكلم عن فيروس جديد، انا ما اهتمتش، اديتها واحد عبد العبيط واللي بعده كملت سكرول، وبعدين لقيت فيديو تاني بيتكلم عن فيروس جديد، فبدأ الى حد ما الشك ياخدني ان فعلا في حاجه. فكاجراء سريع قررت ان اكمل سكرول عادي جدا ولا اي حاجه، لحد ما وقع على عيني الفيديو التالت اللي بيتكلم عن فيروس جديد. طبعا الثلاث فيديوهات لاشخاص مختلفه، وده اللي خلاني احس ان فعلا في حاجه. ولما دورت لقيت فعلا في فيروس جديد، وفي حوار انا مش عارف عنه حاجه، انا عايش هنا في كهف. وده خلاني اسال سؤال: هل احنا داخلين على جائحه جديده وكورونا جديد، واللي محضرش 2020 لايف هيحضر الاعاده في 2026؟ فقعدت ادور شويه وابحث عن الموضوع وابحث عن الفكره لحد ما طلعت بالفيديو ده عشان ارد على بعض الاسئله اللي اكيد جت في دماغك. سنه 2026 من ساعه ما بدات وهي فيها شويه عجائب غريبه جدا، زي مثلا حرب ايران وامريكا، ملفات ايبستين، اختطاف رئيس فنزويلا ومراته، ظهور نظام الطيبات، تصدر الزمالك للدوري، كل ده في 5 شهور بس. من كام يوم تقريبا كان في سفينه هولنديه بتعمل رحله سياحيه عاديه جدا، شيء طبيعي، والرحله دي اللي كان هدفها ترفيهي اتحولت لكابوس لكل راكبين السفينه وكمان لكل العالم. وده بعد ما تفشى فيروس اسمه هانتا على السفينة، قتل 3 وفي 10 مصابين. منظمة الصحة العالمية بتراقب الموضوع بمنتهى الحزم، وفي تركيز كبير جدا لان احنا مش عايزين نقع في نفس الوقعة بتاعت 2020، وخصوصا ان المرة دي احنا على سفينة وممكن نتحكم في اللي يحصل. بس خلينا نرجع خطوه لورا ونسال ايه هو فيروس هانتا ده، وازاي المرض ده اصلا بينتشر، وهل ممكن يبقى جائحه عالميه زي كورونا؟ دي اسئله ممتازه، خلينا ناخدهم سؤال سؤال. اول واحد: ايه هو فيروس هانتا؟ في الحقيقه فيروس هانتا مش فيروس جديد، لا ده هو قديم، كان بينتشر بين القوارض ديت اللي هي الفئران والسناجب. وعشان ينتقل من الفار للانسان، فالانسان المفروض يتعامل مع بول الفئران او يتعامل مع براز الفئران او حتى يتعض من فار. وليه اختصيت هنا الفئران؟ لان احنا عندنا في مصر مفيش سناجب، انت فاهم، فهو في فران والفرق قد كده. المهم في انواع كتير جدا من فيروس هانتا، اغلبها لا ينتقل بين البشر وبعض، ولكن المصاب بالفيروس ده اللي هو اتعامل مع بول الفئران او تعرض للعض بيصاب بحاجه اسمها الحمى النسفيه، وبيحصل متلازمه اسمها متلازمه هانتا الرئويه. المتلازمه دي بتخلي الرئه تتملى سوائل ويكون الانسان بيغرق بالمعنى الحرفي. تخيل ان انسان بيغرق وهو صاحي وهو واقف. الحاله دي تم تشخيصها سنه 93 في امريكا، ولكن برغم ان الحاله دي تم تشخيصها في امريكا سنه 93 الا ان اصل الفيروس واصل التسميه ما يرجعوش لامريكا ولا ل 93. الفيروس ده اتسمى على اسم نهر هانتان الموجود في كوريا سنة 1970 لما بدأت الأعراض تظهر على بعض الحالات. يعني زي ما قلت لك الفيروس مش جديد، ده قديم، ده من قبل السبعينات كمان. وفيات الفيروس ده ممكن توصل ل 38%، ودي نسبة كبيرة جدا بالنسبة لفيروس زي كورونا اللي كان نسبة وفياته ممكن توصل ل 5% في بعض الدول، وده أقصى تقدير. طبعا الموضوع ده لا ينطبق على اليمن كانت معدية ل 20%. لكن طبعا الحمد لله احنا اكتشفنا لكورونا لقاح، ولكن فيروس هانتا ملوش لقاح. انت ممكن تسأل ازاي فيروس زي ده معدل وفياته ممكن يوصل ل 38% وملوش لقاح؟ ببساطة لأن الفيروس ده مش منتشر، وأغلب سلالاته ما بتتنقلش بين البشر وبعض، فما تعملش لقاح لفيروس مش بيتنقل بين البشر وبعض. هنا أنت ممكن دماغك تسأل سؤال تاني: ازاي فيروس مش بيتنقل بين البشر وبعض في نفس الوقت يبقى فيها 10 مصابين و3 وفيات على سفينة واحدة؟ ده بقى سؤال حلقتنا التاني: ازاي الفيروس ده بيتنشر؟ ببساطة انا قلت لك ان اغلب سلالات الفيروس ما بتتنقلش بين البشر وبعض، بس ما قلتش كلها، لان في سلاله واحده هي اللي ممكن تتنقل بين البشر وبعض. السلاله دي اسمها الانديز، على اسم جبال الانديز اللي موجوده في امريكا الجنوبيه. حسب صحيفه سكاي نيوز اللي تتبعت خط سير المرض وتتبعت اول حاله للفيروس، السفينه كانت في الارجنتين وكان عليها عالم طيور هولندي عنده 70 سنه. الراجل ده اسمه ليو شيلبيرود. ليو قرر ان هو يزور مكب نفايات في الارجنتين، ومكب النفايات ده مليان فئران. هو خلص زيارته ورجع تاني على السفينه، وبدات معاه بعض الاعراض مشابهه جدا لاعراض الانفلونزا، ولكنها بدات تتطور اكتر لحد ما الراجل ده مات. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه كانت مراته مريم اللي كانت معاه وظهر عليها اعراض
انفلونزا، وبعد فتره ماتت. وفي نفس الوقت كان في راجل الماني ظهرت عليه نفس الاعراض وبرضه مات. وبدا المسافرين على السفينه يظهر عليهم هم كمان اعراض مشابهه جدا لاعراض الانفلونزا. كده دي ما عادتش انفلونزا، في مصيبه بتحصل على السفينه. السلطات الاسبانيه تدخلت علشان تحمي الركاب اللي يعتبر نسبة منهم أسبان، وبدأوا يعملوا بعض التحاليل واللي طلعت إيجابية. مش إيجابية كنتيجة، إيجابية إن في فيروس هنت على السفينة، والفيروس ستيل بينتشر. السلطات الأسبانية أمرت السفينة إنها تروح لجزر الكناري التابعة لأسبانيا، ولكن أهالي جزر الكناري والحكومة اللي موجودة في منطقة جزر الكناري رفضت ان السفينه تقف على سواحلها. السفينه رست في البحر معزوله عن اليابسه، وده طبعا لان سلطات جزر الكناري كانت خايفه على سكانها. وده اللي تفهمته جدا الحكومه الاسبانيه، ان انا لو نزلت سفينه وفعلا فيها فيروس بينتشر بالسرعه دي ممكن يعدي الناس اللي موجوده في الجزيره، فبالتالي اللي احنا كنا مسيطرين عليه في السفينه مستحيل نعرف نسيطر عليه في الجزيره، واللي هيحصل في الجزيره هيتنقل للدول القريبه، والدول القريبه اللي زي مين؟ زي المغرب. الحكومة الأسبانية قررت إنها تبدأ تعمل إخلاء للسفينة. الإخلاء ده والسفينة واقفة في البحر من خلال مراكب، والحالات المتقدمة بيشيلوها بالهليكوبتر. وفي نفس الوقت الحكومة الأسبانية ادت الأولوية للأسبان، يعني بيخرجوا الأسبان الأول وبعدين بيدوروا في الباقي. الحالات الحرجة جدا زي ما قلنا بناخدها بالهليكوبتر، بنقولوها لأقرب مستشفى علشان المركب ما عليهوش كل الإجراءات الطبية اللي ممكن مريض في حالة حرجة يحتاجها. ده بالعكس، ده مجرد إسعافات أولية أو مثلا إجراءات طبية بسيطة، مش زي اللي هتبقى طبعا موجوده في المستشفيات المتخصصه. وطبعا الخوف من فيروس بينتقل عن طريق الهواء، لان هو فيروس تنفسي زي ما هو واضح، بيكون مرعب اكتر بكتير لان انت ما انتش شايف انت بتتعامل مع ايه. زي مثلا فيروس زي الايدز او فيروس سي او فيروس بي، انا لازم اتعامل مع دم علشان اتعرض لحاجه. لا، ده فيروس في الهواء انت مش شايفه. نفس فكره كورونا. كورونا كان مجرد وجود حاله واحده مصابه وسط ناس كان كفيل ان الناس دي كلها تكون معرضه لخطر الاصابه. بمناسبه كورونا وانتشاره السريع، وبرضه ان هانتا فيروس هوائي بينتقل عن طريق الهواء، نيجي للسؤال الثالث: هل ممكن نتعرض لازمه زي ازمه كورونا؟ مرض ينتشر يصيب العالم كله. طبعا انت مش بتسال السؤال ده علشان خايف، انت بتسال السؤال ده عشان مستني الدراسه تتلغي، ولكن الدراسه مش هتتلغي والفيروس مش هينتشر. وده ببساطه لان معدلات انتشار الفيروس ده اصلا ضعيفه، مش زي كورونا نهائي. فيروس هانتا لا ينتقل بسرعة زي فيروس كورونا، ولكن ده لا يمنع انه ممكن ينتقل. كل الاجراءات اللي انت ممكن كنت بتعملها في ايام كورونا، الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، هي الحل الوحيد لانك تقاوم فيروس زي فيروس هانتا. الاجراءات دي زي ارتداء الكمامات وغسيل الايد وعدم التعامل المباشر، دي كلها اجراءات احترازيه انت ممكن تطبقها. والحمد لله على حسب تقارير وزاره الصحه المصريه فاحنا في مصر ما عندناش حالات لفيروس هانتا، ربنا يديمها نعمة. برغم ان احنا لينا جيران مسجلين حالات، ربنا يزيد ويبارك يا رب. ولكن من باب السخرية ان انت لو ركزت ففي فيروس تقريبا نفس كل حاجة، نفس الحيوان اللي بينقله، نفس الاحداث، نفس فكرة العزل الكورانتين، كل ده مشابه تماما لمرض دمر اوروبا كلها. مرض مش بس دمر اوروبا، كان في مدن اوروبية كانت بتبقى خالية من السكان زي فلورنسيا في ايطاليا اللي كان ريحة الموت في كل شارع. اي حد كان بيفكر انه يخرج من فلورنسيا كان حاجة شبه مستحيلة. فلورنسيا شوارعها كانت فاضية بسبب الفيروس اللي برضه انتقل عن طريق الفئران وخلى العالم كله يصاب بالمرض. عزيزي المشاهد، انا بتكلم عن الطاعون الاسود، الجائحة اللي قتلت تلت سكان اوروبا. الخروج في الشارع في وقت الطاعون كان بمثابة تضحية، عملية انتحارية، لان انت بنسبة كبيرة هترجع مصاب، ومش هتصاب انت لوحدك، انت هترجع لبيتك، بيتك كله هيصاب. الموت كان بيتنزه في شوارع اوروبا. فهل ممكن ان نفس الفكرة اللي نشأت على سفينة من قرون تتكرر تاني في 2026؟ بصراحة انا لا اتمنى ذلك. باشا انا لسه 22 سنة وحضرت ثورتين و3 حروب ووباء عالمي وناصر منسي في الزمالك. انا ما عدتش حمل بصراحة، كفاية كده، انا عايز اتجوز. العالم بقاله مليارات السنين عايش وجات على 50 سنة اللي عايشها وأزمت، حالفة ما تمشي. بس يعني ربنا يعديها على خير، انا مش شايف غير ان ربنا يعديها على خير وتعدي سلم كده. ربنا يحفظ مصر ويحفظ وطننا العربي من اي وباء واي مرض واي فتنة، ويحمينا يا رب دايما من كل سوء. بس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.